هل تعلم 50 عاما في بريطانيا ويرفض حمل جنسيتها السياسي العراقي الوحيد الذي لم يسترد أملاكه. الشريف علي بن الحسين السياسي العراقي الوحيد الذي عاش في بريطانيا قرابة ال5 عقود بجواز سفر عراقي وبطاقة إقامة تجدد كل 10 أعوام، رغم أنه يحظى برعاية الملكة إليزابيث الثانية، وهو على صلة قرابة عائلية بملك الأردن عبدالله بن الحسين. منذ سقوط النظام عام 2003 عاد الوريث الوحيد لعرش العراق إلى بغداد، التي غادرها وهو طفل مع أمه عقب أحداث سقوط النظام الملكي سنة 1958، وحين عودته أقام في منزل مستأجر على حسابه الشخصي، رغم أن أوراق ملكية نصف المنطقة الخضراء إلى جانب أرض معرض بغداد الدولي وحين منصور الراقي تعود أصولها لعائلة الشريف الحسين بن علي. يقول الشريف الحسين بن علي عندما يتحدث عن أملاكه في بغداد إن شارع الأميرات سمي بهذا الاسم لأن أمه وخالاته كن يتمشين فيه أبان حقبة الخمسينات، لكن الشريف لم يطالب باسترداد أملاكه حتى هذه اللحظة، وهو ما زال يقيم في منزل مستأجر في منطقة المسبح ضمن محيط الكرادة الشرقية. في السنوات التي تلت أحداث تغيير النظام الملكي أواخر الخمسينات، غادر الشريف وهو طفل صغير مع والدته الأميرة بديعة عن طريق البعثات الدبلوماسية في العراق إلى مصر وبعدها إلى لبنان حتى استقر في بريطانيا، وهو يحمل شهادة عليا في الاقتصاد وإدارة الأعمال والاستثمار، لكنه يرفض حمل الجنسية البريطانية وما زال يصر على الحفاظ على جواز سفره العراقي فقط. يقول الشريف إن الحصول على الجنسية البريطانية يشترط أن أقوم بتقديم الولاء للملكة، وأنا عراقي ولا يمكن أن أقدم الولاء لدولة أخرى، لذلك يقوم الشريف بتجديد إقامته في لندن كل 10 سنوات حتى قرر الانتقال إلى بغداد نهائيا منذ سقوط نظام صدام. وتعد قصة الأمير الوريث لعرش العراق قصة نادرة بين أبرز رجال السياسة والحكم الذين يحملون في الغالب جنسيات أجنبية رغم تعارض ذلك مع بنود الدستور، ويقيمون مع عوائلهم في عواصم عالمية. كما تعود حكاية الأمين مضرب مثل بين الأوساط السياسية لكونه رفض الحصول على منصب وفق سياسة المحاصصة الطائفية، مع كونه يحمل مؤهلات عالية لتوليه ملف العلاقات الخارجية أو المالية والاقتصاد.